صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب. بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب. بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. هذا النهار هذا غنشارك معكم بعض الشيوات. اول حاجه هنا اللي غادي نحضر هو كريم باتيسير اللي غادي ندير هنا كاس ونص ديال الحليب مع واحد معلقه كبيره من كريم باتيسير، وواحد جوج معالق او معلقه ونص على حسب الذوق ديال السكر سنيده، وواحد ساشي ديال السكر فاني. غادي نخلط المكونات ونوضعهم فوق البوطه على نار تكون مهيله مع التحريك حتى كنشوف هذاك الكريم ديالي بدا كيعقد. صافي نحيدو فوق من البوطه وكنفرغ في واحد الاناء ونغطيه ببلاستيك غذائي كيف ما كتشوفوا. ما نغطوش من الفوق باش ما يديرش هذيك القشره. نحاولوا داك البلاستيك نوضعوه مباشره فوق من داك الكريمه. غادي نخلوه حتى يبرد شويه، يدفى شويه عاد باش غادي ندخلوه للثلاجه يبرد. تاني حاجه غادي ندوز هنا الحشوه. عندي هنا واحد البصله وحده فقط، وفلفله وحده، وشويه ديال الكفته مع العطريه عاديه، سكنجبير، ابزار، تحميره، شويه ديال القزبر، المعدنوس. ضيفوا شويه الهريسه الا كان ممكن، وشويه الصوص الصوجا. صافي هنا غادي نطفي على الحشوه ديالي من بعد ما كتشحر ونخليها تبرد، وندوز هنا غادي نوجد معكم العجين ديال هاد باش غادي نعمرو هاد الكريمه وهاد الحشوه هادي. عندي هنا 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض مع واحد معلقه متوسطه ديال الخميره ديال الخبز. هنا عندي صفار ديال البيضه، عفوا البياض ديال البيضه، الصفار غادي نحتفظ به باش ندهن به. معلقه صغيره ديال السكر سنيده. صافي ما كنظن ما نسيت حتى شي حاجه. صافي من بعد ما تعجنات العجينه غادي نعجنها بالحليب اللي يكون دافي. من بعد ما تعجنات هكذا مزيان غادي نقسم العجين ديالي لجوج ديال القسمات كيف ما كتشوفوا، يكونوا هكذا متساويين. واحده غادي نخدم بها، وحده غادي نخليها على جنب، غادي نغطيها. هنا كيف ما كتشوفوا غنستعنوا هكا بالدقيق على سطح العمل، وغادي نسرحوا ديك العجينه كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نجيب داك الكريم من الثلاجه اللي كتكون بردات وجمدات كيف ما كتشوفوا. غادي نوضعها هكذا الوسط. عرفتي كيفاش كيجيو هادو؟ راه كيجيو رائعين وكيجيو ساهلين، ما كياخذوش معكم الوقت، وفي نفس الوقت كتزيني الطبيله ديالك وغادي يعجبوا الوليدات ديالك وغيعجبوك حتى انت. اكيد اكيد. كنفرغ هذيك الكريم باتيسير الوسط من العجين على هذا الشكل هذا. وكيبقى اختياري بالنسبه للشوكولات، اللي كيبغي الشوكولات او تقدروا ديروا حتى الزبيب. بالنسبه للناس اللي كيبغوا هكذا الزبيب تقدري حتى هو ديريه في بلاصه الشوكولات. وصافي وغادي نجيبو هاد الجهه غادي نوضعها فوق من داك الكريم هكذا على هاد الشكل، وغنجيبو ايضا الجهه الاخرى غادي نغطوها عاوتاني فوق من العجين هذا، بلا ما كل وحده كنعمرها بوحدها. كنعمرو كل شيء في دفعه واحده. كنربحوا الوقت وما كياخذش معنا الوقت بزاف، دائما ودائما في اطار السهل وفي اطار اننا نربحوا الوقت، والنهار ديالنا ما يضيعش لينا غير في المطبخ وفي التوجاد. لا، خاص كيف قلت لكم يعني وقت محدد نعطوه للمطبخ. صافي ملي ندخلوا للمطبخ صافي قضي. يعني باش غتقضي يعني هكذا شي حوايج اللي ساهلين، اما باش نبقاو نوجدوا داكشي بزاف راه صراحه كياخذ الوقت.
صافي هنا من بعد ما قاديتهم كنجيب هكذا واحد السكين أو ديك القطاعة إلا كانت عندكم صافي كنقطعوهم، ما كتخرج ديك الكريمة حتى شي حاجة كنهزوهم عادي بكل سهولة، خاص يكون عندكم المُساعد اللي غيقطع لكم هكذا مزيان، وصافي وغادي نوضعهم هكذا في واحد اللاطة ونغطيهم ونخليهم شوية يختمروا حتى عاد باش غندهنهم، ما غاديش ندهنهم في هاد الخطوة هادي. ودابا غادي ندوز ل العجينة الأخرى أو الكرة الأخرى بنفس الشيء غادي نرش سطح العمل بشوية ديال الدقيق وصافي وغنبدا نسرح هاديك العجينة كاملة غنطلقها كيف ما كتشوفوا، وغادي نجيب أيضًا الحشوة غادي نوضعها الوسط بنفس الطريقة، تقدروا هنا تزيدوا الفرماج إلا كان متوفر ولا بغيتو. عرفتو راه كيجيو لذاذ كيجيو رائعين، رائعين غير جربوهم. بنفس الطريقة غادي نعاود نثني هاديك العجينة فوق منها وغنعاود نجيب الجهة الأخرى تاني غادي غنغطيها. تقدروا ديروا حتى شي شكل آخر إلا بغيتو، تقدروا هاد الطريقة نيت وتقطعوهم مثلثات على شكل مثلثات حتى هما كيجيو الشكل ديالهم زويون. صافي هنا كنضغطوا غير شويه ماشي بزاف باش ما تدارش لكم عجينه او ديروا هذيك الحشوه، كنضغطوا غير شويه بديك العجينه باش كتشد هكا مع بعضياتها، وكنقادو بالاصابع ديالنا. انا هنا غير كانت شويه ديال العجينه هكذا اللي بحال شويه تاع الجنيبات خارجين صافي حيدتهم، وهنا غادي نقطع بنفس الطريقه ديال الاولى. وصافي وتا هي كنهزوها بكل سهولة، ما كتخرج ليكم الحشوة، ما كتقطع ليكم العجين، ما حتى شي حاجة. أنا خليت لكم المقطع وكلشي يعني باش تشوفوا. لا بالنسبة للأولى اللي فيها الكريم الحلوة، لا بالنسبة لهاد المالح هذا، كتهزوه بكل سهولة. صافي غادي نغطي حتى هي عليها عاد باش غادي ندهنهم. بالنسبة لداك الصفار البيضا هو اللي كفاني بهم بجوجهم، قسمت داك الصفار بيضا. بالنسبة اللي غادي ندهن هادوك اللي فيهم كريم باتيسير زدتهم قطيرات ديال الخل أو الحليب. الخل صراحة أحسن كيحيد ديك الزفورية ديال البيض. وهادو اللي الآخرين اللي مالحين اللي فيهم الحشوة ضفت ليهم داك الصفار البيض، ضفت ليه شوية ديال الصوص الصوجا. صافي دهنتهم، الفران هنا كيكون سخون، دخلت وحده بوحده، دخلت هادو هما الاولين تا طابوا هكذا من التحت وهبطتهم من التحت كيتحمروا من يطيبوا من الفوق كيف ما كتشوفوا. هاد الصفار اللي بقى لي ضفت له صوص الصوجا. وهنا غادي نشارك معكم واحد العصير كيجي رائع 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 بزاف، جربوه غتشكروني عليه. عندي هنا واحد الكميه ديال الفريز اللي انا عندي في المجمد، جبدتها هكذا حطيتها في الخلاط طلق شويه وسلقت خيزو. تقدروا نتوما ما تسلقوش خيزو، لا الا بغيتو زعما خيزو هكذا خضر تقدروا طحنوه، انا كيعجبني لانه لا تسلق خيزو كيجي داك العصير خاطر كيجي زوين. عندي هنا واحد الكمية ديال الخيزو، عندي دانون ديال بنكهة الفريز، عندي هنا واحد 3 المعالق ديال السكر سنيدة، بالنسبة للسكر كيبقى على حسب الذوق. وضفت هنا الماء، عصير اقتصادي غير بالماء وصحي يعني بالنسبة للعواصر كاملين، يعني من الأفضل يكونوا غير بالماء. الحليب صراحة مع الصيام مع الاختلاط ديال الماكلة وهذا راه صعيب صراحة الحليب. ايوا صافي غادي من بعد ما طحنتو شوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي رائع شكلا ومذاقا صراحه، واحد المذاق خطير خطير. داكو راه جي سول مني قال لي هاد العصير باش درتيه.
صافي هنا كيكون من بعد ما خرّجتهم من الفرن، رشيت هادوك الحلوين بالسكر كلاصي كيبقى لكم الاختيار، والآخرين من بعد درت ليهم هادوك شوية ديال الزنجان من الفوق، عرفتوا راه جاو رائعين، رائعين البنات جربوهم على حسابي راه كيجيو كيحمقوا، كتجي ديك العجينة رائعة مفشفشة رطبة، كيجيو غزالين، غزالين. صافي هنا بديت كنسربي في الطبلة، قرّب الأذان، اللهم تقبل منا ومنكم يا ربي، ويجعل لينا هاد الأعمال وهاد التوجاد في ميزان حسناتنا يا ربي. وهذه هي الطبيلة ديال الإفطار ديالنا، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. شفتوا هاداك كيفاش كيجيو، راه كيجيو رائعين، العصير حتى هو كيجي رائع، واحد اللون فيه خطير. صافي هنا درت واحد اللاطة ديال الحوت هكا بالخضرة، صراحة توحشنا الخضرة. صافي ما شاركتش معكم ساهلة، يعني غير كلشي كيعرف الحوت هكا مع الخضرة في الفرن. ودائمًا كنقول لكم هاكا المشاركة ديال مائدة الإفطار ماشي للتباهي أو شي حاجة، فقط كنشاركوا مع بعضياتنا أفكار، هاد الشي اللي كاين الغزالة ديالي. وكنتمنى حبيباتي يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم، وتكونوا استفدتوا ولو بالقليل، ولو بشي فكرة هكذا تقدروا تجربوها نتوما الغد ليه في مائدة الإفطار ديالكم، علاش لا. جربوهم بعينكم مغمضين، أكيد، أكيد جميع وصفاتي غتكون ناجحة، أي واحد غيجربها غتكون أكيد ناجحة معاه وأنا متأكدة. ما كنعطيش شي حاجة وأنا ما مجرباهاش، أو شي حاجة كنعطيك أي حاجة في هاد القناة وإلا مجرباها وإلا كنعطيها من القلب الخالص ديالي والله شاهد. كنبغي نقول لكم حبيباتي لو وصلتِ حتى لهنا ما تنسينيش من واحد لايك، كتنساوني من اللايك بزاف، بزاف. لايك البنات فقط غير باش يطلع الفيديو، يعني غير باش يشوفوه وحدين آخرين، هاد الشي اللي كاين لا أقل ولا أكثر. لايك ما كتعطي حتى شي حاجة. كنكون حبيباتي وصلت لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم إلى اللقاء، وكنضرب لكم موعد في فيديو قادم إن شاء الله.